تقول السي حميد شامر سيد الامين العام قال هذا الزمن السياسي وسرقه الاحلام جاء في خطابه وانا معاه، لان السي عبد الله البقالي سمحوا لي جبت الاسم ديالو راه كان في لائحه الوزراء في 2007. اذا حنا كنهضروا على 2016 واسماء اخرى كانت في 2007 حنا كنهضروا على 2016 وكانوا اسماء في 2011 حنا كنهضروا على 2016. هذا النوع من يعني التحكم في القرار السياسي الحزبي لإفضاء النتائج إلى حسب ما يرتضيه البعض راه مهم. وإلا بغيتونا حنا كاع ما نناقشوش الإخوان ما كاين مشكل، كنتو ديروا لنا في رسالة المجلس الوطني اللي ما بغاش يجي يصيفط وكالة يصوت شي واحد في بلاصتو، حتى هادشي الوكالات راه ولا عندنا في الحزب ما كاين مشكل. إذا كنقول بأنه لا بد من معايير مضبوطة. المعايير المضبوطة على رأسها الإخوان اللي جالسين في المنصة اللي كانوا وزير بلا ما يعاود يصدع راسو، اللي داز وزير الله يجعل البركة. زعما كاين اللي دوز 10 سنين وكاين اللي تفرض على الحزب، جا من واحد القطاع جا عضو قيادي وزير، جا دار كيما قلت في التدخل ديالي السابق دار الحملة في بن قرير ولا سالك بن قرير ولا خدا من بن قرير ولا وزير. حنا هاد الحالات خصنا نقطعوا معاها، ما تبقاش عندنا في حزب الاستقلال. وكذلك الاسماء اللي خصنا نديروها ما خصناش نغامروا، راه كاينين بعض الاسماء الذين اشير اليهم في تقارير المجلس الاعلى للحسابات وتداولهم الاعلام الوطني، واثيرت اسماءهم بشبهات متعدده وهم متورطون او يشتبه في تورطهم في قضايا الفساد. عندكم تلقوا بعض الاسماء من هذا النوع في لائحه الوزراء. راني كنتكلم ولا كلام يصل الى من يعنيه الامر. كاين واحد العمليه مهمه واساسيه قالها السي حميد شابال وانا ما فهمتهاش، كان ما تبعت الخطاب مزيان. قال على انه المؤسسه الملكيه هو جا باش يسمعها ويمكن يوضح لي. انا غير باش نفهم شي حاجه ما دازتش هادي. قلت يا سيد الامين العام ان المؤسسه الملكيه يعني حرصت على ان تمر الامور خلال الحمله الانتخابيه وبعدها، ورفعت الى حد ما القلق الذي كان يساوي النخبه السياسيه وربما منهم حزب الاستقلال. ختمتم خطابكم بان 7 اكتوبر كان نكسه. انا راه ماشي مع الاول انا مع الثاني، راه كانت نكسه. اذا المؤسسه الملكيه ما رفعت لا قلق ولا هم يحزنون ابدا. لو كان رفعت القلق ما نوصفوش ما وقع في 7 اكتوبر بالنكسه. وبالفعل نكسه لانه انا في الحقيقه يحز في نفسي ان نتائج 7 اكتوبر ما تعطاتهاش يعني المتابعه والقيمه والتقييم اللازم من طرف قياده حزب الاستقلال السحابي. في 14 نوفمبر 1997 الناس اللي كيتذكروا تم التزوير على حزب الاستقلال في 14 نوفمبر 1997 ووضعنا في نفس المرتبه مع حزب الكوميسيون. واجتمعت قياده الحزب يوم 20 نوفمبر السحابي 6 ايام من بعد النتائج، وجريده العالم والسي عبد الله البقالي اكيد غيعرف هذه العمليه يوم 20 نوفمبر 21 نوفمبر بالبونط العريض وبالعناوين الحمراء. اللجنه التنفيذيه ادانت استحقاقات بشكل كبير وكان بيان ناري، ودعت الى مؤتمر استثنائي يوم 5 ديسمبر 1997 الذي قررنا فيه عدم المشاركه في المؤسسات، وهو القرار الذي قيد حزب الاستقلال الى حين تعيين عبد الرحمن اليوسفي وزيرا اول، وجاء مؤتمر عادي باش يفوز قياده الحزب. اذا هذه العمليه هذه السي حميد خاصها تخضع على الاعتبار، ما ندوزوش وما نقبلوش رقم 102. الا قبلناه ودوزناه شي حاجه ما درناها. هذوك الناس يقلبوا على المشروعيه ديال الاكثر. دابا السيد راه ولا كبير كيتكلم
واحد النقطة ما درتوش الانتباه ديالها، لما قبل ما يجي وزير الداخلية يعلن عن النتائج مع 4 الصباح، الناس اللي كانوا متابعين الإعلام الإلكتروني راه جا هذاك المعني بالأمر، ذاك المجهد قالوا ودي حنا راه عندنا 80 مقعد، قال 80 وعاودها 3 المرات قبل قال 80 جا وزير الداخلية مقرر ساعة ونص قال الناس عندهم 80 يعني في اللوائح المحلية. اللي عيطوا ليه في التليفون واش هذاك عنده شي ممثلين في مكاتب؟ عنده شي ناس اللي يعطيوه النتائج؟ عنده شي تنظيم؟ يعني عنده التليفونات وعنده المخزن وعنده الدولة العميقة، عنده العمال وولاتهم مقدمين والشيوخ والبشوات، عنده المشكرين. هذا حزب الدولة، خصنا نكونوا واضحين وخصنا نعتذروا للمناضلين اننا اخطانا حيت تفقنا معاهم حتى في مجلس النواب. هذوك الناس ما كيتفقش معاهم واحد، وقلنا لكم هنا اليوم قررتم وقررنا معكم انسحاب الحكومه بان هذا حزب التحكم وعيش بالدوباج وبانابيب ديال الحياه، وغدا ولا بعد غدا اول سهام غيوجه حزب الاستقلال، وهذيك ما يوجدش كلام حزب الاستقلال وخداو الحزب الاستقلال قدام الدوائر حزب الاستقلال، وإلا سكتوا غتساوموا في امر الصمت. لهذا كيخص بيان المجلس الوطني ما يبقاش منحصر فقط في المشاركه بعدمها، ولكن حزب الاستقلال خصو يقول صوته على 102 وحزب الدوباج خصو ينتهي وحالته خطيره جدا. شكرا سيد امين.